إلى ربي وليس إلي سواه، مددت يدي مرتجيا رضاه. عشان اجي رحله الحج السنه دي الحمد لله مريت بظروف صعبه، كانت ممكن الرحله تتلغي. يعني انا كنت حاجز من ابو ظبي المدينه واتفاجئت ان الطيران قفل. وأنت الناس هناك سهلوا لنا الخروج من ابو ظبي. كان اصلا اوريدي السعوديه قفلت، انا جاي يوم 2/6 تقريبا. فكانت طبعا الحمد لله كانت الواحد يعني دموع الفرح مش الواحد مش حقيقه، يعني كان موقف مش قادر انساه ومش هقدر انساه طول عمري اعتقد يعني. مش مصدقة. طبعا مش مصدقة نفسي ان انا فعلا ربنا استجاب لي وان انا راح احج. مش مصدقة ان دي ربنا نولهاني. ففضل الله الحمد لله، نعمة وفضل من عند ربنا. الحقيقة ما حسيتش بأي مشقة خالص مع تروية. يعني في عرفة ما حسيناش بأي مشقة، كان الرحلة ممتعة وجميلة والمخيم كان جميل ومنظم. يعني يعني الحج مشقة، الحج مشقة هم اللي بيقولوا. الحقيقة أنا ما حسيتش يعني بالمشقة اللي هي تعبتني، يعني إن أنا أحس فعلا إن أنا أرهقت أو حاجة، لأ. ما شاء الله المخيمات كانت على أعلى مستوى في عرفات وفي منى. انا كنت مفكرة مخيلة لنفسي ان الحج دي مشقة جامدة قوي 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 قوي، ولدرجه ان ابني حط مرفق طلبه مع طلبي، لان لما لقاني ان انا خايفه. لا ما كنتش مفكره بصراحه ان هي لا مناسك جميله، وقعدنا في مكان والله 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 ان لا بصراحه حاجه في منتهى الجمال. أجواء جميلة، يعني إن أنت أول مرة اللي أنت تيجي تحج وكده، وكمان معاك لمة، وكمان الشركة بتسهل لك الإجراءات وتنقلات بالباص لغاية الطيران، ما في مشرفين على أعلى مستوى بيجهزوا لك كل شيء، أي أسئلة أي حاجة هم بيدلوك عليها وكل حاجة. الصراحة طقم الإشراف طقم مميز جدا، الإشراف الديني، الإشراف العام، الإشراف العادي، الناس كلهم في كل المشرفين الباصات. الإشراف الديني في أثناء المحاضرات في يوم عرفة. وما انساش هنا الدكتور أحمد كمان صراحة، كان هو على طول بيحفزنا، وكان كل شوية يصحصحنا اليوم هيخلص، انتوا استغلوا الوقت كده يعني. بالإضافة للمحاضرات اللي كانوا بيعملوها الشيوخ الأفاضل، يعني الدكتور أحمد، الشيخ عبد الحميد، الدكتور شريف، الناس كلها صراحة كانوا على قدم وساق يعني في الموضوع. ليس بين الناس فرق أبدا إلا بتقوى. جئت مشتاقا ألبي قاصدا. شكرا لشركة تروية طبعا، وإن شاء الله ممكن بإذن الله السنة الجاية كمان نيجي على طول حاجة مباشرة أنا والمدام تاني بإذن الله. بقول ألف شكر على ربنا، الزيارة اللي رحناها دي جميلة، وربنا يرزقنا تاني وتالت. شكرا شكرا ليهم، وشكرا للناس اللي تعبت معانا. حقيقي حقيقي والله 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 انا كنت عايزه اقابلكم. يعني انا كل ما اجي اطلع من صلاه اقول عايزه اقابلهم عشان اقول لهم انتوا احنا تعبناكم معانا. شكرا شركه ترويه. شكرا لشركة تقوية.